الكشف عن مضامين قانون مالية 2023 أن الحكومة سترفع من الأجر الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية ابتداء من فاتح شتنبر 2022 إلى 3500 درهم صافية، ورفع حصص الترقي في الدرجة إلى 36%، والذي سيكلف الدولة حوالي 425 مليون درهم. وستتجه الحكومة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر بالنسبة لأجراء القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10%، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 15% على مدى سنتين، والرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي بغلاف مالي يناهز 3.8 مليار درهم. وأكدت حكومة أخنوش في مشروع قانون المالية على تخفيف العبء الضريبي على الأجراء المتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف الدولة حوالي 2.4 مليار درهم من خلال مراجعة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل، وإحداث المرصد الوطني للحوار